شايفين معايا الحلويات ده؟ بصوا كده معايا لما نفتحها، بصوا هي لسه سخنة. شايفين الحلويات؟ بصوا خطيرة، شايفينها عاملة ازاي؟ هشة جدا وطعمها خطير جدا. ده احلى مافن مالح نقدر نقدمه لاولادنا في اللانش بوكس، وكمان حلو جدا للفطار والعشاء، سهل وسريع، تلت ساعة هيبقى جاهز، والطعم مفيش كده. تعالوا نبدأ واقول لكم المكونات ايه. النهارده هعمل لكم مافن مالح حلو جدا للولاد في المدرسة، سهل وسريع، وكمان هتجهزوه في 10 دقايق مش اكتر من كده. تعالوا اقول لكم المقادير ايه. في البداية هيبقى معانا بيضتين، معلقتين كبار زبادي يعني حوالي 110 جرام، معلقتين مليانين يعني، ربع كوبايه زيت زيتون او زيت نباتي عادي يعني اللي موجود عندكم استخدموه، معلقه سكر صغيره، نص معلقه صغيره ملح، رشه زعتر حلوين كده هيديني نكهه حلوه قوي، معلقه كبيره بيكنج باودر، 3/4 كوبايه لبن او حليب زي ما بتسموه في البلاد العربيه. وبعد كده هنقلب كل المكونات مع بعض كويس. بصوا يعني هو بالظبط مش هياخد معاكم دقيقتين تحضير، و10 دقايق ربع ساعه في الفرن هيبقى تمام جدا. دلوقتي بقى هنقلبه كويس جدا لمده يعني 30 ثانيه مثلا. بصوا خلاص القوام معانا بقي تمام جدا. دلوقتي بقى هنزود كوبايتين دقيق، بس هنزودهم بالتدريج اهو، وهنقلب. وطبعا يفضل يكون الدقيق نخلينه كويس. بصوا معايا يعني مفيش اسهل من كده. هنحط بس بشويه عشان انا مش عايزاه يكلكع، ومش عايزه اقول لكم اضافه الزبادي بتديله طراوه رهيبه. نقلب كويس. هو بيبقى العجينه بتاعته اتقل من الكيك شويه. نكمل باقي الدقيق. والمافن ده احسن حاجه فيه ان انت ممكن تزود وتشيل وتحط براحتك. بس انا كده بالنسبه لي شايفين القوام تقيل. هنديله تقليبه حلوه. عارفه انتوا كيكه تقيله شويه، شايفين قوامها تقيل. وطبعا انتوا تقدروا تتحكموا في القوام. انا زاد من يعني حوالي معلقه كبيره من الكوبايتين، فانا بالنسبه لي كده تمام. دلوقتي بقى هزود كوبايه ونص ميكس جبن. انا حاطه جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا، او اي نوع جبنه موجوده عندكم تقدروا تزودوها. دول حوالي كوبايه ونص. ممكن نشيل بقى المضرب. وهنجيب بقى فلفل الوان اخضر واصفر واحمر وشويه زيتون متقطعين شرايح، يعني كلهم على بعض حوالي كوبايه الا ربع. ودلوقتي بقى هنقلب كويس جدا كل المكونات مع بعض. دلوقتي بقى هنقلب المكونات مع بعض كويس. شايفين الالوان حلوه ازاي؟ ويا سلام بقى. ممكن لو عندكم لانشون تحطوا، عندكم سلامي، مرتديلا، اي نوع انتوا بتحبوه من اللحوم ممكن تحطوه، او تستكفوا زي ما انا هستكفى ان انا بالخضار والزيتون بالنسبه لي والجبن ممتاز جدا. انا مش محتاجه اكتر من كده. شايفين القوام بتاعه؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه، قوام ممتاز جدا اهي. بس انا هدي تقليبه حلوه جدا عشان خاطر كل الاطعمه تمتزج مع بعض كويس. بس شايفين شكله حلو قوي. دلوقتي بقى هنجيب قوالب الكب كيك، وانا دهناها زيت كويس. دي القوالب السيليكون، لكن لو ما عندكمش قوالب سيليكون مفيش مشكله. القالب نفسه بتاع الكب كيك هندهنه زيت وندهنه دقيق خفيف وننفضه ونحط فيه المكونات. دلوقتي بقى هنجيب اي حاجه بقى نقدر نحط فيها ونحطه بالشكل ده. بصوا مش عايزه اقول لكم المافن ده بيبقى طعمه حلو جدا، وكمان الولاد بتحبه خالص. هنحطه بقى في القوالب كلها. بصوا معايا كده، المافن اللي معايا عمل معايا 15 كب كيك. اقدر احفظهم في التلاجة بعد ما يستووا، واطلعها قبلها بليله واحطها في التلاجة عشان احطها للولاد في المدرسه. سهله وسريعه ومن غير عيش ومشبعه جدا. عشان ازينها دلوقتي هجيب زيتونه واروح حطاها من فوق كده تديني شكل حلو. واحده كده من فوق. بصوا شكلها حلو ازاي.
احلى مافن مالح ممكن تعملوه، صدقوني ما خدش مننا 10 دقايق. دلوقتي بقى هنروح ندخله الفرن على درجه حراره 180، هياخد معانا ربع ساعه وهيبقى جاهز. بصوا شكله حلو ازاي. انا طبعا عايزه ازينه فزينته بالشكل ده. وده شكل المافن بتاعنا بعد ما خرج من الفرن. خد معانا في الفرن حوالي 20 دقيقه وشغلت عليه الشوايه عشان ياخد لون. شايفين شكله حلو ازاي؟ بصوا مش عايزه اقول لكم يعني خطير قد ايه. بصوا الطراوه. بصوا هفتح لكم واحده كده واوريكم. شايفين هي لسه سخنه مولعه، يعني عارفه لو بردت شويه هتبقى خطيره جدا. بصوا شكلها حلو جدا من جوه، طعمها خطير، تحسوا ان انتوا بتاكلوا بيتزا كده، خطيره جدا. تقدروا تحطوها للولاد في المدرسه، وكمان لو حابين تحفظوها تقدروا بعد ما تبرد تحطوها في اي علبه وتحطوها في الفريزر، وتطلعوها قبلها بليله تحطوها في التلاجة، وتاني يوم تسخنوها في الميكرويف وتحطوها في اللانش بوكس للولاد. شكلها حلو جدا. بصوا محمره من جوه ومن بره، لونها خطير، وطبعا الجبنه يعني خطيره جدا. بصوا الشكل حلو جدا. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان تعملوا لايك لصفحتي على الفيسبوك، واشوفكم على الف خير. مع السلامه.